مساء الخير عليكم. أنا دينا عامر وبرنامجنا النهاردة برنامج رسائل. النهاردة بصراحة كنت محضرة كلام كتير أقوله لكم بما إننا آخر حلقة في السيزون، وأنا قد إيه كنت فخورة جدا إن أنا معاكم على شاشة التلفزيون ومبسوطة، وكان نفسي وعندي أمال وأهداف كتير قوي كنت عايزة أوصل لها معاكم. بس إن شاء الله استنونا في السيزون التاني ببرامج أكتر ملمة بالعيلة والحياة الاجتماعية، بما إنكم جمهور رسائل عارفين أنا طول الوقت كنت بتكلم على إيه. قعدت أفكر كتير أختار حلقة إيه ممكن أتكلم عليها النهاردة، أو إيه الموضوع أو المحتوى اللي أنا أختم بيه حلقتي النهاردة. لقيت بالصدفة البحتة إن السوشيال ميديا كلها مقلوبة على موضوع مهم جدا ما بين مؤيد ومعارض. وللأسف أنا عندي بعض وجهة النظر كده في لبعض الأشخاص. أنا النهاردة مش هطلع أتكلم عليهم بالأسماء، بس الموضوع عندي بدأ في رسائل من فترة كبيرة، من حوالي سنتين، وكنا خلال السنتين دول بنحاول نمشي واحدة واحدة من غير ما حد يحس بينا. بنحاول نخش التيك توك ونخش كل البلاتفورم اللي الناس كلها بتشتكي منها، ومن الانحلال اللي بيحصل فيها، ومن المآسي اللي بنشوفها، وبين الأخلاقيات اللي مش بتاعتنا اللي ولادنا طول النهار بيتفرجوا عليها. فأنا قررت إن احنا كفريق إعداد لرسائل إن احنا ما ندفنش راسنا في الرمل، ونخش جوه المنصات دي، بل ونعمل كمان محتوى محترم يليق بينا كمصريين وكمسلمين وكأمة عربية عندها بعض التقاليد والعادات والرولز اللي احنا لازم نمشي عليها طول الوقت. ده بصراحة كان اختيار صعب قوي، مش هضحك عليكم. قابلت ناس كتيرة قوي بتقولي دينا انسي، مش هتعرفي تعملي حاجة في وسط اللي بيحصل. يعني ايه قيم ومبادئ؟ انت جايه تكلميني عن ايه؟ انت عارفة اصلا ان انت عمرك ما هتتشهري ولا حد هيعرفك طول ما انت بتتكلمي في الحاجات دي؟ قلت لهم عارفة وهتكملي الطريق لوحدك؟ قلت لهم هكمل الطريق لوحدي. وكان عشان اكمل الطريق ده لازم يبقى معايا فريق مؤمن برسالتي، وعندهم نفس الرسالة ونفس الباور ونفس المبادئ والعادات والتقاليد، وشايفين كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده حاجة غريبة وحاجة مش بتاعتنا وحاجة دخيلة علينا كمصريين وكأمة عربية. احنا طول الوقت ماشيين وبنقلد، اتبعنا سلوك القطيع، فعملنا حلقات كتيرة قوي بالنادي ونقول يا جماعة السوشيال ميديا باب ممكن يتعامل فيه محتوى محترم ومحتوى نظيف. هكمل كلامي معاكم بس بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده معايا. ايه المشكلة لما يجيلي جفت من اي حد؟ انا استاهل. ايه المشكلة لما اطلع ارقص الرقصة دي؟ هي ترند، هبقى مشهورة. ايه المشكلة؟ ما كل الناس بتعمل كده. هو انا لوحدي اللي بغلط؟ انا لوحدي اللي بقلد الترند؟ لا. انا حابة ابدأ مبادرة من برنامج رسائل تشجع كل بنت تكون غالية وما تمشيش ورا اي ترند. فلازم يبقى عندنا عقل نفكر فيه، لازم يبقى عندنا هدف. زي بالظبط لما اروح على براند لمجرد ان الناس كلها بتشتريه، او لما الناس كلها تروح في اتجاه معين حتى لو مش شبهها. هو ده سلوك القطيع. يعني مثلا لما تدوس شير، هل انت متأكد من صحة المعلومات اللي انت بتشيرها دي؟ بمجرد ان البوست واخد لايكس كتير او واخد كومنت، فاكيد البوست ده ناجح جدا، فلازم اعمل فيه كومنت او شير. ليه اغلبية البنات دلوقتي بتتجه للسوشيال ميديا ان هي تفتح لايفات، تفتح جولات؟ ليه بقينا حاسين ان ده الحل الاسهل؟ ايه المشكلة لما يجيلي جفت من اي حد؟ انا استاهل، انا شكلي حلو، لبسي حلو، على فكرة انا ممكن ابقى احسن من المشاهير اللي بيطلعوا دول. ده فكر بعض البنات دلوقتي على السوشيال ميديا، وللأسف الفكر ده بقى يبدأ في سن صغير قوي. أنا حابة أبدأ مبادرة من برنامج رسائل تشجع كل بنت تكون غالية وما تمشيش ورا أي ترند، تعمل المشروع أو المحتوى المفيد بتاعها حتى لو كان المشروع صغير. الرسالة أنا اللي ببعتها لكل بنت من برنامج رسائل، وأقول لها بدل ما تضيعي وقتك في ترند ممكن يتنسي بعد يومين، ركزي في حاجة تبني مستقبلك وخلي اسمك دايما مصدر فخر ليكي ولعيلتك. بلاش تبقي أعلى نسبة مشاهدة، خليكي أغلى نسبة مشاهدة. الفيديو اللي انتوا شفتوه ده كان بتاريخ 10 فبراير،
يعني بالظبط كان في عز الترندات والشهرة، وفي عز الكلام اللي كان بيتقال لي يا دينا اختاري ان انت تبقي مشهورة احسن. طب يا جماعة اختار ابقى مشهورة ازاي؟ لا، افتحي لايفات، اطلعي اعملي لايف واقعدي فيه 3 ساعات، ضيعي وقتك ووقت بيتك وولادك وجوزك وشغلك في سبيل ان انت يجيلك دعم. طب يا جماعة هيجيلي دعم ازاي؟ هيجيلك دعم متابعين، ناس بره مصر وجوه مصر، ويا سلام بقى لو جالك اسد. ايه الاسد ده يا جماعة؟ حد بيبعت لي فلوس. طب ايه مقابل الفلوس دي لما افتح ال3 ساعات؟ هل انا بقدم خدمة فباخد عليها فلوس؟ قالوا لي لا. طب ايه المقابل التاني؟ هل انا بعرض نفسي كدينة للناس عشان تتفرج عليا وتشوفني ويقولوا الله شكلها حلو، لابسة حلو، بتتكلم حلو؟ هو ده المقابل؟ مش هضحك عليكم، جات لي احدى الوكالات عشان البرنامج بتاعي يكبر، وكان رسالتي ان كنت محتاجه ان الرساله بتاعتي دي توصل لكل الناس. اي حد عنده مشكله كان نفسي مشكلته تتحل، اي حد يائس من الحياه اللي احنا عايشين فيها وعنده ظروف كنت عايزه اديله امل. فقلت لهم تمام مش مشكله، يلا بينا نطلع. جربت اول لايف وتاني لايف وتالت لايف. ساعتها خدت وقفه مع نفسي وقرار وقلت لا، مش انا، مش دي دينا، مش انا اللي هبيع نفسي عشان خاطر فلوس، مش انا اللي هستنى وردة ولا اسد ولا قلب من حد عشان خاطر يبقى معايا في اخر اليوم محفظة فيها فلوس. طب قصاد كل ده كنت حاسة ان انا ممكن اخسر ايه؟ كنت ممكن اخسر مبادئي واحلامي وطموحاتي وهدفي في الحياة ورسالتي، لان انا بعت نفسي. ناس كتيرة قوي ما بين مؤيد ومعارض دلوقتي اعترضوا على اللي وزارة الداخلية عملته. أنا من مكاني ده بشكر وزارة الداخلية واشكر كل حد بيسعى إن البلد دي ما يبقاش فيها أي فساد من أي نوع، بغض النظر عن مين المتهم ومين البريء. في أدلة وبراهين وفي تحقيقات هتثبت، محدش هيتظلم. ربنا مش بيظلم حد كان عنده رسالة وهدفه خير في الأرض. الفيديو اللي انتوا شفتوه ده كنت بتكلم فيه عن سلوك القطيع. يعني ايه سلوك القطيع؟ سريعا كده، سلوك القطيع هو ان كان في قطيع من الغنم كده مره ماشيين فوق جبل، ففي غنم منهم قرر ان هو يسيب القطيع ده ويروح حته تانية خالص. للاسف الغنم ده لما راح حته تانية خالص وقع من فوق الجبل. تخيلوا نط وراه كام غنم؟ 500 غنم. هما مش فاهمين هما رايحين فين، هما قالوا ده ادام اختلف وطلع برانا يبقى بيعمل حاجه مميزه، فاحنا هنمشي وراه واللي هيحصل له هيحصل لنا. هو ده اللي بيحصل دلوقتي في السوشيال ميديا. في مبادره بدأناها من 6 شهور بتقول اغلى نسبه مشاهده، واحنا قاصدين بالظبط كلمه اغلى نسبه مشاهده، لان بعض منا بيدور على اعلى نسبه مشاهده. وللاسف لما الشهره والفلوس عمت عينينا عن حاجات كتيره قوي، رحنا في سكك تانية كنا عارفين ان دي نهايتها، بس كنا بنكذب نفسنا وطول الوقت بنقول احنا بنعمل ايه، احنا بنفتح لايف، احنا قاعدين. طيب انتوا فاكرين ان انتوا ما كنتوش بتأذوا حد للاسف. وكلامي لكل التيك توكرز اللي كانوا ما عندهمش هدف ولا رسالة في فتح اللايف، خلينا اتكلم من زاوية تانية شوية. دلوقتي احنا كإعلاميين عشان نطلع ونقف قدام الكاميرا ونقدم محتوى، في اكتر من شخص شغال على المحتوى ده بيراجعوا، في رقابه وفي معايير اعلاميه، في حاجات كتيره قوي. عشان قد ايه المكان ده مقدس، المكان ده كل كلمه هتطلع من بقنا لحد فهي رساله. فاي حد هياخد مني كلمه هيروح يعملها فذنبه في رقبتي انا، فانا باخد ذنب على كل واحد قلدني في الغلط. تخيلوا بقى الاعلام بتاع البلد كلها محطوط تحت ضوابط وقوانين، وما ينفعش اي حد يطلع يقول اي حاجه. ولما حد بيغلط، وشفته قبل كده في ترند لسه طالع، ان لما حد يغلط برغم منصبه هو بيحصل وقف للبرنامج ويتم التحقيق معاه. طيب ده الاعلام اللي هو واجهه البلد وواجهتنا كلنا. الناس التانية اللي فاتحه لايفات طول الليل، فين الرقابه؟
فين المعايير الإعلامية اللي بيطلعوا على أساسها؟ كل واحد فتح كاميرته قاعد بيجيب فلوس. هات لي واحد كان هدفه غير الفلوس في التيك توك أو الناس اللي بلا هدف. أنا طول الوقت عشان ده شغلي بقعد أتفرج. ناس كتيرة قوي بتسألني دينا هو أنتي بتتفرجي عليهم ليه؟ بتفرج عليهم عشان كان نفسي أوصل لقيمة بيقدموها أو رسالة، حتى لو الأشخاص بسيطة. أنا مش بعيب على حد ولا بدين حد. أي حد مهما كان حالته الاجتماعية بسيطة أو مش بسيطة عنده رسالة من حقه إن هو يطلع يقولها، من حقه إن هو يخدم المجتمع ويفيدها. لكن أنا بفتح لايف لمجرد إن أنا قاعدة باكل قدام اللايف. الأكل عورة، وللأسف خلاص بقينا مكشوفين قدام الناس كلها. والدريسنج روم اللي طول الوقت في ظهري وأنا عمالة أصور، وجوزي اللي أنا عمالة أحكي مشاكله طول الوقت، واكلي اللي انا عماله اصوره، وحياتي والفلوس والذهب اللي انا لابساه. كل الحاجات دي من وجهه نظركم شايفينها صح؟ الناس اللي بتعترض وعاملين حمله ضد اشخاص معينين، لا ده كان بيعمل خير، كلنا بنعمل خير. الحرامي ممكن يسرق ويروح يزكي ويصدق، هل ده معناه ان عمله ده صح؟ ليه انتوا فاكرين ان الضرر بس في ان انا فتحت الكاميرا وقعدت؟ لا لا لا، الضرر اكبر بكتير. الضرر في اوائل الثانويه العامه اللي قاعدين يذاكروا واحلام اهاليهم وامهاتهم وابهاتهم، وفي الاخر يتساووا بحد قاعد فاتح كاميرا بيلعب جايب 50%. وفي الاخر نقول ليه بنيجي على الناس؟ ليه بقينا شعب متعاطف في الغلط؟ وفين الرقابه؟ فين الاهالي؟ ليه بقينا متعاطفين في الغلط؟ ما انتوا اول ناس كنتوا بتشتكوا من السوشيال ميديا وبتقولوا ايه ده؟ هو ازاي بيحصل كده؟ لما حصل قرار من البلد ان هي تنظف كل الحاجات المسيئه لينا كمصريين وكعرب، ابتديتوا تعترضوا وتقولوا فلان كان بيعمل خير. تمام، نعمل خير، بس مش شرط نعمل خير قدام الدنيا كلها، والا هيخش في باب الرياء. هاتولي حد من اللي انتم معترضين ان هم بيتحقق معاهم دلوقتي عنده رساله واضحه وصريحه. اقعدوا كده بينكم وبين نفسكم، اتفرجوا. لو لقيت واحد منهم عنده بيحس على القيم والاخلاق والمبادئ، اراهنك مش هتلاقي. عارف ليه؟ لان انتوا دايما للاسف بعض منا بيمشي ورا سلوك القطيع. فلان فاتح لايف بس بيصلي ما بيشتمش، جوه اللايف ده في ايحاءات، انتوا نفسكم بتقعدوا فجاه كده تصدموا تقولوا ايه ده، هو ازاي يقول كده، ايه ده، هو قصده ايه، وتقعدوا تسقفوا وتطبلوا. عارفين ايه الكارثه الاكبر؟ الكارثه مش في الناس اللي اتمسكت ولا الناس اللي عماله طول الوقت بتعمل الفيديوهات دي. الكارثه ان كل واحد من الناس دي عنده فوق ال10 مليون فولورز. ده معناه ايه؟ عارفين يعني ايه 10 مليون فيما فوق فولورز؟ يعني الناس كلها المتابعين محتاجه تقف وقفه مع نفسها، ان المتابعين دول عندهم خلل. للاسف عندنا خلل في تقييم الواقع وتقييم البني ادمين وتقييم السلوكيات. احنا خلاص بقينا نسقف ونطبل، والله شكلك حلو قوي، عامله شعرك فين، والفيلر ده فين، وقولي لي عشان انت قدوتي. قدوه ايه يا جماعه؟ قدوه ايه؟ اراهن حد فيكم عامل لايك وشير لحد عالم خد جايزه معينه عشان اجتهاده، ولا صحفي غطى موضوع وغامر بروحه فروحتوا سقفتوا له وطلعتوه ترند، ولا بنت اجتهدت من اسره فقيره طلعت وعملت ونجحت واشتهرت؟ عملتوا ايه؟ راجعوا نفسكم قبل ما تطلبوا من الناس العدل. العدل للاسف مش طالع من عندنا احنا، للاسف احنا بقينا بنطالب بالتغيير وطول الوقت بنشتكي، واحنا اول ناس محتاجين سلوكنا يتعدل. انا مش عايزه اطول عليكم. بالنسبه لكمان لما حد يقولك دي صغيره حرام، يعني ما نقدرش نحاكمها على افعالها. واحنا صغيرين في المدرسه اتعلمنا ان احنا لغايه سن معين بنكتب بالقلم الرصاص. عارفين ليه؟ عشان في حد جنبنا ممكن يمسح اخطائنا. في لغايه 18 سنه، ده كان زمان بقى، 18 سنه ممكن حد يقول لنا عيب وغلط وصح وحرام وحلال. لكن اول ما نبدا نكتب بالجاف فللاسف الغلطه
ممكن يتشطب عليها بس مش هتتمسح. زي ما بتطالبوا يبقى في اعلام نزيه وما يحصلش فيه اي اخطاء، للاسف السوشيال ميديا ما عندهاش ردع، ما عندهاش اطار بتشتغل جواه. كل واحد عايز يفتح كاميرته ويطلع بيفتح، كل واحده عايزه يبقى معاها فلوس عشان تتطلق من جوزها تاني يوم بتفتح لايف ويجي لها فلوس. هل انا هحترم نفسي لو انا قاعده فاتحه لايف والناس بتتفرج عليا؟ هل انا هبقى مقتنعه ان انا بعمل حاجه صح حتى من جوايا؟ عايزه اقول لكم اكيد اي تيك توكر او بلوجر بيقعد مع نفسه كده هو جواه صراع، هو عارف الغلط، هو عارف ان اللي بيعمله ده غلط، بس حب المال والشهره والسلطه بيعموا اي حد. محتاجين نراجع نفسنا، ومحتاجين بدل ما نقف ما بين مؤيد ومعارض نركز كويس قوي اللي بيحصل الفترة دي بيحصل ليه. محتاجين نفوق، ومحتاج كل واحد منا، كل أم وكل أب قاعد عارف إن ولاده ماسكين الموبايل والتيك توك 24 ساعة. لو أنت راضي إن ابنك يقعد 3 ساعات بيتفرج على لايف بيخرج منه بلا معنى، بيخرج منه كاره دراسته، يقولك بابا هو أنا هشتغل ليه وأتعلم ليه أصلا؟ ليه؟ ما أنا ممكن أفتح لايف وأجيب ملايين. ليه؟ دمرتوا طموح بني ادمين، دمرتوا عائلات. وللاسف اي حد ما كانش ماشي في الطريق ده وكان نيته خير طبعا ربنا هيقف جنبه وهيخرج. بس خلينا نبص على الجانب الحلو في الموضوع. تعالوا قلبوا الفتره دي كده في التيك توك، اراهنك لو لقيت فيديو او 2 كنت بتتمنى ان انت يعني تشوف فيديو واحد محترم على التيك توك. كل الناس دلوقتي، كل الناس خافت، وكل الناس حست ان في رقابه وان الدنيا مش سايبه، وان احنا طول الوقت لو ما حاربناش وطلعنا كونتنت نظيف، ناس عايزه تخدم البلد وتخدم الناس، واللي عنده اي علم يطلعه بطريقه محترمه كده، هنبقى شعب فعلا بنرتقي بنفسنا. لكن طول ما احنا قاعدين نسقف ونقول حرام ليه ما كانش بيعمل حاجه وكان بيروح مستشفيات وبيتبرع، كلنا بنتبرع. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. قبل ما يبقى معايا لقاء مع دكتور مصطفى حابه اناشد، وقاعده بناشد من 6 شهور، يا جماعه خليكم معانا في مبادره اغلى نسبه مشاهده. اي حد ربنا اداله من العلم وربنا حاسس في نفسه ان ربنا نزله الارض دي عشان عنده رساله صادقه ومحترمه وقادر يفيد بيها غيره، اطلعوا وافتحوا موبايلاتكم واعملوا لايف محترم، اعملوا حاجات فيها قيمه. لكن في الاخر فاتحينها كده وكل واحد يعمل هو عايزه، لا احنا غلط. وكل الفولورز اللي عاملين متابعه للناس اللي كانت بتقدم محتوى بلا هدف وبلا قيمه، راجعوا نفسكم، هتلاقوا نفسكم انتوا اللي سقفتوا وانتوا اللي عملتوا فيهم كده. بالمناسبه قبل ما نخش اللقاء مع الدكتور، مش عايزه اذكر اسماء، بس احيانا بيبقى لينا يد في ان الناس دي تبقى مشهوره. لما استضيف تيك توكر واقعد، سواء كانت نيتي ان انا اتريق عليه واطلع منه افيهات عشان الناس تضحك والحلقه تعمل بومينج، فدي حاجه بيني وبين ربنا، او استضيف بلوجر انا مش عارفه هو بيقدم ايه عشان يطلع وحلقتي تبقى اعلى نسبه مشاهده، فانا كده بشارك في الغلط وبشارك في دمار مجتمع من غير ما احس. حتى لو سلطتي على الكرسي ده متحالي ان انا استضيف اي حد. انتقوا الناس، عندكم علماء وعندكم ناس مجتهده وعندكم عمال وعندكم نماذج تفتخروا بيها قدام العالم كله. هو ده اللي لازم يطلع على السوشيال ميديا. واغلى نسبه مشاهده ان شاء الله من سنه من دلوقتي، التيك توك والبلاتفورم كلها، احنا مش هنقفل حاجه، مش عايزين نقفل، احنا عايزين نستخدم كل حاجه استخدام صح. ان شاء الله مبادره اغلى نسبه مشاهده هتلف العالم كله ويعرفوا قد ايه المصريين عندهم حاجات حلوه قوي وعندهم رساله وعندهم قيم ومبادئ لازم العالم كله يتفرج عليها.
هنطلع فاصل ونرجع مع دكتور مصطفى الديب استشاري الصحة النفسية ونتناقش معاه في الموضوع. ورجعنا لكم مع دكتور مصطفى الديب استشاري الصحة النفسية، والنهاردة هنتكلم عن التيك توك والسوشيال ميديا وإيه اللي بيحصل. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك معانا في رسائل. أهلا وسهلا. حضرتك طبعا سمعت عن مبادرة أغلى نسبة مشاهدة. قولي الأول قبل ما نتكلم عن المبادرة، شايف ايه في اللي بيحصل؟ عايزه رايك كدكتور اخصائي او استشاري في الصحه النفسيه. انا عايزه سلوكيات الناس دي عامله ازاي، يعني عايزه اشوف حضرتك باصص لهم او شايفهم بنظره طبعا او انجل تانية مختلفه عن احنا بنشوفهم بيها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دايما بنقول ان كل حاجه في الدنيا سواء اختراع او حاجه اوريدي ربنا وجدها في الطبيعه لها مميزات ولها عيوب طبقا لاستخدام الشخص ليها. يعني هو في المجمل الحاجه لما بتتعمل من المفترض تبقى تجاه الانسان مش ضد الانسان. البشر بقى للاسف بعضهم بيحط كده البهارات بتاعته فبيحول الشيء المفيد لشيء ضار او شيء غير مفيد، بما فيها طبعا او المنتشر حاليا وسائل التواصل الاجتماعي. هي اتعملت اسمها وسائل تواصل، مش وسائل بقى للربح السريع، مش وسائل لتقطيع الارحام، مش وسائل لانه الشخص يبدا يدخل في تفاصيل النم والغيبه كل حاجه تتخيليها، كل حاجه. يعني انا بشوف ان وسائل التواصل الاجتماعي هي اصبحت وسائل تقاطع او تقاطيع اجتماعي. ليه بقى؟ اولا الظهور المبالغ فيه اللي هو تعاظم المعيشه اللي بيظهر بيه بعض المؤثرين. وطبعا انا ليا تحفظ على كلمه مؤثرين، يقول لك هو مؤثر بتاع السوشيال مؤثر ميديا. بالسلب للاسف. لا، هو انا دايما المؤثر بالنسبه لي ده شخص له يد عليا في العلم، له حاجه اخترع شيء فاد البشريه بالظبط، له كلمه طبقا لتخصصه. انما انا اصبح بعض الاشخاص للاسف، ومحدش طبعا يزعل مني، بعض الاشخاص اصبح السوشيال ميديا بالنسبه له مهنه من لا مهنه له. ايجاد ذات من لا ذات له. بالظبط. انا ممكن اكون فاقد الثقه بالنفس في الواقع، فاقد الاهليه في الواقع. بالظبط. شايف ان انا شخص معدوم الاهميه والقيمه بارادتي مش بغير ارادتي. عندي اضطرابات شخصيه، اضطرابات نفسيه، فالجا للسوشيال ميديا والجا لمنصه تقدر تظهر الشكل بتاعي بشكل معين، بكلام منمق معين، بمظهر معين. ولذلك هي ليه دايما المواقع دي بتبقى وسيله استقطاب لضعاف النفوس. لان هي بتعتمد في المقام الاول على الايمج، الابهار البصري والابهار السمعي، علشان اوصل لك رساله معينه. هل انا في سلوكياتي دكتور ببقى شخص اصلا منبوذ في حياتي الاجتماعيه، فببقى عايزه اطلع احسس الناس ان انا شخص ذو قيمه وايجاد النفس، كل الحاجات دي؟ بعض الاشخاص طبعا دي ما احنا شايفينهم وموجودين في مجتمعاتنا. طبعا انا بتكلم هنا على الجزء السلبي، لان في طبعا ناس مؤثره على السوشيال ميديا، بس الناس دي اولا ذات علم وناس فعلا بيقدموا محتوى محترم وفعلا جدا بنستفاد منهم كتير وعلى راسي من فوق. لكن انا بتكلم على الفئه اللي بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. بالظبط. هو له علم ولا طريقه القاء، بل بيعتمد على الابهار البصري والسمعي، فبيستقطب للاسف الناس اللي شبهه، وبيبدا يشتغل على فكره ان انا هلفت انتباه للناس اللي ضدي. يعني احنا للاسف بيبقى لينا دور في انتشار هذه الفئه وسطينا. ليه؟ لان انا ممكن ادخل على الفيديو مش معجب بشخصه، لا انا هي القصه كلها ان انا يعني بستنبط، بشوف، عندي حب استطلاع، مش بالضروره اكون معجب بهذا المحتوى اللي بيتقدم. هما بقى بيلعبوا على الحته دي. ولذلك حضرتك انت احيانا ممكن تلاحظي انه ممكن تلاقي بعضهم بيقول تصريح مستفز جدا او بيعمل حاجه مستفزه جدا. ايوه، يطلع يعمل حاجه. يعني احنا وصلنا لمرحله ان نعم ربنا احنا طول الوقت قاعدين بنلعب بيها. يعني كل ما هو مستفز، في جمله كده دايما بتقول عايز تتشهر اتشتم. بالظبط. اعمل حاجه مخله زي ما هو زي اللي بال في بئر زمزم. هو عشان العرب او الناس تذكره، هو عايز يتذكر حتى لو باللعنات او بشكل سلبي. هنا نقدر نقول بقى الخوارزمات بتاعه السوشيال ميديا، هم هنا لما بتدوسي كليك على الفيديو او على المحتوى اللي بيتقدم، ما بيقولش بقى انت داخله حب استطلاع ولا معجبه. هو انا اسم ان انا اديته فيو، مشاهده، فبناء عليه بيجي له ربح. صح. طبعا الامر هنا بيبقى مرتبط بالبطاله. لما يكون شخص عاطل ما وراهوش حاجه فيلجأ للربح السريع. يا دكتور، ما هو المشكله مش في البطاله بس، ان عارف لو فكره ان مثلا البطاله هي اللي عملت كده، ده في ناس سابت
اشغالها، لان لما قارنوا الربح اللي بيجي لهم على السوشيال ميديا، لقوا ان هو انا ليه اروح الشغل 8 10 ساعات في اليوم عشان في الاخر ممكن اقعد جنب مراتي افتح لايف يجي لي ملايين. بص انا هقول لحضرتك على حاجه برضو، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. خلينا متفقين برضو الفئه اللي الناس بتنبهر بيها دي هم كام واحد وسط الملايين. علشان كده لما بيجي لي حد العياده مثلا شاب مثلا 18 ولا 16 سنه يقول لك انا عايز اطلع تيك توكر ولا عايز اطلع يوتيوبر، انا بساله سؤال بسيط جدا، بقول له حبيبي سين او صاد او عين، دول كام واحد في المجتمع؟ هتلاقيهم نادرين برضو. فاللي بيتربح من السوشيال ميديا هي زي ما قلت لحضرتك هم نماذج، لكن مش الكل كده. ما في ناس كتيره بتبذل مجهود واكتشفنا ان التربح ده مش جاي من شكلك الحلو واسلوبك الحلو، ده ليه عواقب تانية او له ليه جذور بالظبط، وتبقى داخله بقى في سكك تانية خالص. وهو ده اللي اتكشف الفتره دي. والحمد لله ان النيابه العامه في مصر دلوقتي الحمد ماشيين لله. كويس جدا في الحته ديت، وانا بحييهم الحقيقه يعني، وبيبداوا يحللوا الظاهره ويشوفوا ايه اللي ورا بعض الشخصيات ديت بالظبط. علشان يقدروا يقننوا اوضاعهم. لكن انا دايما بقول ورسالتي للكل، ما تنبهروش بالشكل. الناس ديت انا فيهم بعضهم بلاقيهم في الواقع بتاع ناس عاديه جدا جدا فوق ما تتخيلي، وللاسف الشديد بعضهم اقل لا من مؤهل علمي آه. ولا مؤهل تربوي ولا اي شيء خالص. لكن هي القصه كلها احنا للاسف اللي بادرنا وعملنا للبعض من دول قيمه حقيقيه تربحوا من خلالها. فاذا السهوله في التكسب والسهوله في ان انا الاقي ربح، وبعض بقى الناس دول بيصابوا بعد كده، حضرتك نقطه الناس مش واخده بالها منها، بيصابوا باضطرابات نفسيه. ايه الاضطراب النفسي اللي ممكن يحصل للشخص اللي بيقدم محتوى مش جيد ده اطلاقا؟ هو عشان لقي استقطاب ولقي ان الناس بتلتف حواليه ويقول لك انا بجيب مشاهدات بالملايين، بيصاب بنوع من انواع النرجسيه. جنون ان انا العظمه. ان انا خلاص انا شخص الايجو بتاعه بيبقى في حته تانية وانت مش عارف انا مين انت شفت الصفحه بتاعتي معديه ايه والكلام. هو احنا ليه يا دكتور بقينا نقيس الناس بالارقام؟ يعني انا اول كلمه بقيت اسمعها عندك كام فولورز؟ علشان حضرتك قيمه العلم اندثرت في النص، علشان حضرتك بسبب ان احنا مين بقى يا دكتور اندثر؟ بص اقول لحضرتك، هي بتبقى للاسف اسباب متعدده، اولها الاسره. انا دايما بقول ان الاسره هي نواه المجتمع فعلا. طالما اب وام مش متزنين من الناحيه، مش عارفين قيمه التربيه ولا عارفين قيمه التعليم الحقيقي ولا عارفين قيمه العلم، بطبيعه الحال هيطلعوا اجيال هشه نفسيا وهشه علميا وهشه تربويا. لما بتكون البذره جت من الاسره نفسها محافظه، الاب نموذج يحتذى به، الام نموذج يحتذى به في الاخلاقيات وفي العلم وفي استخدام حتى وسائل التواصل دي، هطلع عيل متزن. صح يا دكتور، بس يعني مش قادره، مش عايزه اقاطع حضرتك، بس انا كأم انا برضك بعمل كل اللي عليا، بس ولادي بيطلعوا يشوفوا الحاجات دي على السوشيال ميديا. عظيم جدا. يعني دي الكارثه. احنا بقينا زمان ما كانش فيه تليفونات في ايدينا، صح. فالتربيه كانت سهله، ما كانتش سهله بالمعنى السهل، بس على الاقل كان فيه كنترول. لكن انا دلوقتي مهما ربيت على قيم ومبادئ ودين واخلاق، في ناس تانية بتدمر لي كل اللي انا بعمله. ما هي الناس دي طبعا بتبقى، بص اقول لحضرتك، انا دايما بقول انه الولد او البنت بيشترك في تربيته عده عوامل، في اسره، في مجتمع، في اصدقاء، مدرسة. في ما هي الاصدقاء، المدرسه والزمايل بالظبط. لكن لو احنا هنتكلم، احنا بنقول لو كل اسره ادركت القيمه الحقيقيه لتربيه الولاد ثم انتقل الامر بعد كده للمدرسه، دي تاني عامل بيؤثر في التربيه. المدرسه هنا بتيجي من تربيه النشء منذ الصغر. انا الولد نشأته على ايه؟ الولد بدأت ان انا احفز عنده ايه؟ احفز قيمه العلم ولا قيمه التداعي وقيمه الخروج وراء الماده وقيمه الشهره والامور دي كلها. بالزبط. طبعا وسائل الاعلام لا اعفيها من هذا الامر، لانه احنا احيانا بنلاقي بعض البرامج للاسف الشديد تستضيف الناس دي وبتعمل منهم نماذج. لا ده بيتكرموا عريض كاربت دلوقتي. فانا كطفل لما ابص على التليفون والاقي ده بيتكرم ومعاه عربيه وماسك ولابس لبس كويس، اللي يخليني اذاكر بالظبط. انا عايز اطلع زي ده وشخص الناس بتسقف له وبيتكرم. فاذا لو اتكلمنا حضرتك على الاسباب، هي للاسف اسباب متشابكه ومعقده وعايزه نقدر نقول تدخل كبير جدا من متخصصين علم النفس ومتخصصين التربويين وعلم الاجتماع والظواهر ورجال القانون والدين والوزارات المعنيه والشباب والرياضه كله. كمان طبيه، في تعاطف حاصل دلوقتي لبعض المتابعين على نموذج معين مثلا اتاخد او بيتم التحقيق معاه،
عايزه اعرف التعاطف ده نفسيا نابع من ايه؟ اولا بيبقى واخده قدوه، وممكن احيانا بيشوف نفسه فيه. هو ما قدرش يحقق حاجه في الواقع، او الشخص اللي هو متعاطف مع الشخص اللي هو اذى الاخرين ده، هو ما بيقدرش يطلع الشخصيه دي في الواقع. ما قدرش يوصل للمرحله دي، فبيبدا يتجسد او يجسد نفسه في هذا النموذج، يبدا يعمل عمليه اسقاط. اللي انا ما قدرتش احققه في الواقع انا شفت نفسي في ده. ولذلك جزء كبير جدا من الناس اللي بتتعاطف مع اي حد مشهور هو بيقول لك انا شايف نفسي فيه، في طريقه كلامه، في طريقه تقديمه لهذا المحتوى، في الانجازات اللي هو حققها. فبالتالي انا خدته نموذج، فالنموذج ده انا هقتدي بيه. لما هقتدي بيه هبقى ماشي وراه في الحلوه وفي المره. لو هو عمل حاجه غلط انا هدافع عنه، عمل حاجه صح هسقف له. ودي بقى للاسف احيانا بتتاخد معانا بمبدا سياسه القطيع، اللي هو انا بمشي ورا حد بشكل اعمى ودافع عنه واحس ان هي باستماتة. قضيه مهمه انا لازم اروح. لكن الانسان اللي لازم يكون متجرد من الاحكام بتاعته، ويشوف الشخص ده انا قبل ما اتابعه، قبل ما انبهر بيه، وقبل ما اربي عيالي على هذا النموذج، بالظبط. اشوف هو بيقدم ايه الاول، اشوف هو اساسا هو الشخص نفسه قدوه ولا لا. لان احنا دلوقتي بنلاقي اشخاص هم في الواقع اساسا مش قدوه. يعني للاسف يؤسفني صح. ان انا الاقي هؤلاء الناس اللي احنا شفناهم الفتره الاخيره فيهم ناس اصلا مش متعلمه، صح، واخده ابتدائيه الموضوع يعني فعلا حاجه صعبه كبير. جدا يعني صح يا للغاية دكتور يعني. الموضوع كبير جدا، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حديثنا مع الدكتور. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور مصطفى الديب، استشاري الصحه النفسيه، عشان نكمل بقيه كلامنا. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا بنقول ايه؟ فكنا بنتكلم على ان هي منظومه مكتمله لابد ان الكل يكون له يد فيها، سواء الاسره، سواء الوزارات المعنيه في مصر، سواء المجتمع، سواء المساجد والكنائس، وكل ما هو مرتبط بعمليه تربيه النشء يكون لهم دور. ليه؟ لان انا يا جماعه الاطفال اللي احنا بنطلعهم دول ما هم للاسف اللي بعد كده اللي هيكملوا المسيره. بالظبط. ومنظور عدم الرضا يا دكتور مش ملاحظ ان هو انتشر قوي دلوقتي؟ يعني زمان كان في اسر كتير حالتها بسيطه وكانت راضيه ومبسوطه وسعيده. دلوقتي السوشيال ميديا اثرت على الناس، محدش بقى راضي بحاله. صح، تعاظم المعيشه. ايوه. ليه؟ ما انا بقول لحضرتك هي على مدار التاريخ الجريمه على فكره موجوده، والاضطرابات النفسيه والمشاكل موجوده، لكن ايه اللي وصلها الفتره الاخيره لهذا الكم الهائل كنسبه انتشار جريمه او اضطرابات نفسيه او مشاكل او عدم رضا او الامور اللي بتؤثر وبتفت في عدد الاسره والاطفال والشباب؟ هي فكره الظهور. ان انا دلوقتي شاب باخد مبلغ معين في وظيفه متواضعه، لما افتح السوشيال ميديا وافتح الواتس ولا الفيس ولا الانستا ولا كل التطبيقات دي، والاقي واحد متواضع جدا من الناحيه العلميه ومن ناحيه كل شيء، وممكن اكون عارفه شخصيا، والاقيه باهرني باحدث موديل في عربيه وفي تكريم. طب ما انا طبعا هيحصل لي فرستريشن، احباط. بالظبط. وفكره ان انا كل شويه اقعد اصدر للناس قد ايه انا عايش في الحته الفلانيه، والروتين اليومي بتاعي في كذا، الروتين بقى من اول كذا. ما نصحى لغايه ما ننام، دي في حد ذاتها كارثه. يعني واحده فعلا بتعمل الروتين ده في اليوم الطبيعي. يعني معلش يا دكتور، انا كبني ادمه، ان انا مذيعه، انا اوقات ببقى عايزه اقعد ما اشوفش حد ولا اتكلم مع حد، صح. ولا اظبط حاجه، ولا عايزه اقعد ارتاح. ازاي الناس دي عندها القدره النفسيه ان هي تصحى الصبح تفتح الكاميرا، تاكل، تصور الاكل، تتخانق مع جوزها بيفتحوا لايف، يتضربوا ويفتحوا لايف؟ هل ده بيدل على اضطراب نفسي؟ اولا اقول لحضرتك على حاجه، هي له مليون سبب. جزء طبعا داخل فيه نفسيه، خلاص، جزء فضا، جزء حب ظهور، وجزء ربحي، وجزء تسقيف المحيطين وتشجيعهم واللي انا بشوفه من خلال المشاهدات، وطبعا جزء ما فيهوش رقابه خالص. الناس دي ما بتتحاكمش. انا دايما بقول انه المأكل والمشرب والملبس والنوم هذه عورات. بالظبط. احنا من امتى اصلا بقت الحاجات ديت على المشاع؟ ان انا اصور اكله انا عاملها وشفت انا اكلت ايه النهارده وشفت كم الاذى النفسي والجريمه النفسيه المجتمعيه اللي احنا بنصدرها للناس. الناس مش فاهمه كده، بتقول لك انا بتسلى، اصل انا عملت ايه، انا ما غلطتش في حد، انا بفتح بضحك، ومسابقات وجولات لا حضرتك ما فيش حاجه اسمها ما غلطتش في حد. اللي يقول لك الكلمه دي يقول لا انت غلطت في حق الفطره. بالظبط. اللي ربنا فطر الناس عليها. هذا الامر انت ايه الاستفاده من وراه؟ طب اللي قدامك ده في نفس الستاندرد بتاعك، شاف الروتين الرهيب المبهر العظيم اللي انت بتقدمه ده ولا بتقدميه ده، وللاسف يعني ممكن تلاقي زوج
بيصور زوجته، فين الغيره؟ مفيش يعني الست اللي انت بتقولك اصلها لابسه كويس بتاع للاسف. جميل جدا، آه. هل انت ضامن ان حد ياخد صورتها ويركبها؟ لا هل انت وحتى لو ما خدش الصوره انت عارض مراتك طول الوقت على الكاميرا. بالظبط. معلش يا دكتور، اصل على فكره الناس الاصحاء نفسيا ابتدوا يجي لهم اضطراب طبعا. نفسي بسبب اللي بيحصل على الشاشه. ما انا هو بقول يا جماعه ده لحضرتك، صح؟ هو لا. الكومنتات دي بتسقف فعلا للناس دي؟ انا للاسف انا بقول لحضرتك هي الظاهره طبعا محتاجه دراسه شديده جدا، ولكن انا دايما بقول انت ايه المبرر اللي انت قدمته لي؟ ثانيا ممكن يتفرج عليك واحد مستواه متواضع، او واحده مستواها متواضع، او واحده ليها ظروف مع جوزها، ليه تخليها في فيديو زي ده بشكل الاكل اللي انت عاملاه، تنقم على بالديكور بتاع حياتها. تسخط على بالظبط. حياتها، وتخليها ممكن تروح بدل ما كانت المشكله صغيره بينها وبين جوزها تبدا تكبر طبعا. بسبب النماذج اللي هي بتشوفها. ما هي في الاخر بشر، يعني بشر ليها كيان وفي الاخر ليها طموح. وليه اصلا انا معلش يا دكتور احنا اتربينا ان في زمايل جامعه، زمايل دراسه، زمايل شغل، ليه انا اكلم حد من دوله تانية انا ما اعرفوش ولا يعرفني والعب معاه جوله؟ يعني في معايير كتير وقعت. احنا لو قعدنا نرجع بالزمن لا عيب، لا حرام، ما بقاش فيه الكلمتين ما دول. عشان كده بقول لحضرتك بقى انا دايما بتساءل، لو اتكلمنا مثلا عن بعض النساء اللي بيخرجنا على الوسائل التواصل الاجتماعي بيقدموا المحتوى ده، الست دي فين ابنها؟ فين جوزها؟ فين ابوها؟ فين ابن خالها؟ فين محارم هذه الست اللي طالعه بالشكل ده؟ فين ضميرها؟ وفين ضميرها طبعا قبل اي شيء، وفين خوفها من ربنا في المقام الاول؟ ايه يعني انا عايزه برضه بسال دايما سؤال، هي كل المهن والوظائف اللي في الدنيا اندثرت واختفت، ما بقاش قدام الا كاميرا ومايك وده اللي سهل، حاجه سهله بتجيب فلوس. بالظبط. يعني طب ما في مليون شغلانه انت تقدري تعمليها وتتكسبي بالحلال، وفي الاخر هؤلاء الاشخاص، خلي بال حضرتك، بعضهم يطلع يقول لك ايه، العين مركزه معانا، الناس مش سايبانا في حالنا. يعني الست اللي تطلع في مصيف وراحت مكان وربنا كرمها وطلعت مع جوزها ودي لازمتها ايه كل شويه الصور تنزليها وتقولي انا بستمتع بوقت مش عارف ايه؟ طب ما تستمتعي في هدوء وفي صمت يا ست. لا وانا اتطلقت واتجوزت وفي مشاكل وخد الولد انا استفدت ايه؟ انا كمشاهد انا استفدت اولا طاقه سلبيه، انا قاعده كمتفرج عماله اخد طاقه سلبيه من الناس دي. تاني حاجه خلاص انت تعبتني نفسيا اذيت ناس كتيره قاعده مستنيه اخر اليوم جوزها يرجع ب 50 جنيه مثلا. بالظبط. هتدبر حياتها بال 50 جنيه دي. بالظبط. فمعلش هتقول طب ما انا ايه الاسهل بالنسبه لي؟ ما هي النفس دايما. الوعي بقى حضرتك بيتشكل بقى من خلال ده، ما هو الوعي ده منظومه برضو، الجزء مرتبط ببوست انا شفته، بفيديو، بروتين لفلانه، بخروجه لفلانه وعلانه. انا ضد تماما انه اي حد ربنا يهبه نعمه ويهبه شكل معين في حياته، يا اخي داري على نفسك انت ومراتك وعيالك وبلاش. لان انا دايما بقول ذهبك وذهابك ومذهبك يعني. بالظبط كده. في بعض الناس دايما بقول عليهم اللي بينشر حاجه تخصه قوي بالشكل المبالغ فيه ده، هو حاجه من الثلاثه، يا اما فاقد السعاده بتاع الشيء ده في الواقع فبيحاول حاجه مش شبهه، بيحاول يقول للناس ان انا سعيد، يا اما نكايه في اشخاص اخرين عايز هم الاشخاص دول عارفين وعارفين عنده مشاكل، فانا بقول لهم لا خلي بالكم انا سعيد. يا اما ان هو بيرسم صوره هو المفترض ان هو عايز يوصل لها بس هو مش عارف، صح، فبالتالي بيقول لك انا بنشر، لكن صح. كاستفاده انا مش شايف انه في استفاده. صح. احنا وصلنا للعبث انه في بعض الناس دلوقتي بيتصوروا مع واحد ميت، دي شفتها، اب ترند. او جد بيحتضر وتلاقي حفيده ولا ابنه ترند يا دكتور، هناخد فلوس كتير. ويقول بصوا اخر صوره مع مين المتوفي. للأسف. احنا يا جماعه طبعا في ازمه اخلاقيه كبيره يعني جدا. الموضوع ده عايز حلقات كتير قوي، وانا بشكر حضرتك جدا، وما لحقناش طبعا نكمل كل حاجه، بس ان شاء الله في حلقات اخرى. شكرا. ويا رب النهارده تكونوا استفدتوا ان احنا مش اي حاجه نجري وراها زي القطيع. لازم كل واحد يبقى عارف هو اصلا موجود على الارض ليه، رسالتك ايه، انت قدام نفسك بتقدم ايه للي حواليك. لو ما بتقدمش حاجه مفيده اسكت وحاول تتعلم. لو انت مش الشخص اللي قادر يوصل معلومه ممكن تخلي الناس اللي قدامك ينمو او يتعلموا منك حاجه هتتحاسب بيها قدام ربنا، وتبقى فخور لما تبقى واقف قدام ربنا كده وتقول يا رب انا في حاجه عملتها
ساعدت بيها البشرية. لكن لو أي حد فيكم عايز يتشهر وعايز فلوس، للأسف دي نتيجة الشهرة والمال. ربنا ما بيظلمش حد، وأي حاجة في الدنيا في أي مجتمع، وخاصة المجتمع كبير بتاعنا، احنا أكتر من 130 مليون. كل حاجة في حياتنا لو ما تعملهاش ضوابط ومعايير احنا مش هنعرف نمشي للأسف. المدرسة فيها ضوابط، اتعلمنا ان اللي يخرج من الصف لازم يخش الصف تاني عشان نبقى كلنا تحت ضوابط معينة. اتعلمنا ان اللي يطلع في الإذاعة المدرسية ده شخص ناجح، عنده حاجة مش عند غيره، محتاج يعلم بيها كل التلاميذ اللي حواليه. لكن لما نوصل لوقت ان اللي بيطلع ينوب عننا قدام مجتمعات كبيرة وياخد سلوكيات مش بتاعتنا، ولا معايير ولا قيم ولا أخلاقيات ولا دين مش بتاعنا، ويطلع يهد كل اللي احنا بدأناه، فلازم نقف ونقول لأ. وأي حد مش هيقول لأ وهيمشي ورا القطيع، يا ريت تراجع نفسك، لأن اللي بيحصل ده انت نفسك من جواك مش راضي عنه. كنت معاكم النهارده في آخر حلقة من رسائل. يا رب تكونوا استفدتوا معايا واستفدتوا مني، واكون يعني ربنا استخدمني ان انا اوديلكوا رساله واكون ما جيتش على حق حد ولا ظلمت حد. ويا رب يا رب الميديا بتاعتنا كلنا واي حد عنده محتوى محترم يخليه فخور بنفسه وفخور بعلمه، ويطلع ويقول انا موجود، انا موجود بدراستي واجتهادي وشغلي، انا موجود بقيم ومعايير المجتمع محتاجها. شكرا ليكم. كنت مع أغلى نسبة مشاهدة دينا عامر، رسائل.